الا كان الملك رشق له راه غادي يعطينا شي هديه، ولا عطاها لك انت نقسموا. جا هو قال لي لا انا ما نقسم معاك، ما تقسم معايا. قطعه ويصيب واحد الكتاب. قال لي قسم، قلت له لا سيدي والله ما نقسم، قلت لك قسموا ما تقسموا. باقتراح من بعض الاخوان غادي نزيدوا في هذا رمضان بعض الحلقات اللي غنهضر فيهم على ايام زمان، على المذكرات ديالي اللي فيها 6 اجزاء سميتها ايام زمان، وحكيت فيها واحد العدد ديال القصص على الحياه ديالي الصحفيه ملي كنت صحفي وملي كنت مسؤول في وزاره الاعلام. بعض منها حكيته يعني، ولكن ربما نحكي بطريقه اخرى او نحكي المسائل جديده. في هذه الحلقه الاولى غنحكي لكم واحد القصه جميله جدا، وهو ان الحسن الثاني الله يرحمه من بعد ما تغير رئيس الجمهوريه الفرنسيه وجا فاليري جيسكار ديستان ما كانش تيعرفوا، وقرر باش يمشي لفرنسا. رئيس فرنسي استدعاه يمشي لفرنسا باش في زياره رسميه. مشيت انا وواحد الصديق ديالي اللي كان مكلف بالعلاقات الخارجيه لفرنسا باش نوجدوا يعني التغطيه التلفزيونيه. كنت ديك الساعه انا مدير الاعلام في التلفزه المغربيه. وملي مشينا عند الفرنسيس واحد المحل سميتو كونياك جي، اللي كان المحل ديال لو ار تي اف اللي هو التلفزيون الفرنسي ديال الدوله اللي كان قديم قبل ما يرجعوا دابا عدد ديال الشبكات. وطلبنا منهم الامكانيات ديال النقل المباشر لوصول الملك الحسن الثاني الى باريس. اول مره في تاريخ التلفزه المغربيه غادي تنقل وصول الملك الحسن الثاني الى دوله اجنبيه بطريقه مباشره. ديك الساعه ما كانوش الاقمار الصناعيه، ديك الساعه ما كانوش هاد الامكانيات الرهيبه ديال التواصل اللي موجوده اليوم. فاذا كان تيخصنا اولا نقلبوا على الكار اللي غادي يجي للمطار باش ينزل 3 ولا 4 الكاميرات، ونقلبوا على الطريق. معنى الطريق، الا بغيتي تصيفط الصوره من المطار ديال اورلي الى التلفزه المغربيه تيخصها تمشي في الارض، يعني من بارابول لبارابول. هذا البارابول كاين اللي تيسميه الصحون المقعره. الحقيقه راه حتى واحد فينا ما تيقول شي واحد طلع للسطح صلح لي الله يخليك الصح المقعر. بارابول ندخلوها عندنا ماشي عيب، بحال اللي دخلنا الديمقراطيه، بحال اللي دخلنا التكنولوجيا، بحال اللي دخلنا اللوجيستيك، ندخلوا بارابول. هاد البارابول اذا من بارابول اذا تيخصنا نصيفطوها من باريس الى بوردو، من بوردو الى برشلونه، من برشلونه الى مدريد، من مدريد الى مالاغا، من مالاغا الى طريفه، من طريفه الى تطوان، من تطوان الى سوق الاربع، من سوق الاربع الى السويسي في الرباط. اذا الصوره غتمشي في الارض. هاد الارض خصها تكون خاويه، ما يكونش شي تلفزيون مستغله معمرها. اذا تيخصنا الوقت بالضبط وقتاش غادي يجي وشحال غادي يدوم هاد المراسله. اذا حجزنا هاد الوقت وحجزنا الطريق في ذاك الوقت باش توصل. ولكن الحاجه المهمه هنا هي ان خلانا هذا سري، ما علمناش به، ما قلناش للوزير، وقلنا الا نجحات راه غادي يقولوا لنا تبارك الله عليكم. الا فشلت حنا ما عمرنا ما حاولنا كاع نصيفطوا هادشي مباشر، غنسجلوا داكشي ونصيفطوه على الطريق العاديه في الطياره الى اخره. جا السلطان حسن الثاني وصل لاورلي، انطلق الروبورتاج. انا اللي كنت ندير الروبورتاج. قبل هضرت مع الرباط مركز المراقبه، واش وصلتكم الصوره؟ قال وصلت الصوره. وصلكم الصوت؟ قال وصلنا الصوت. قال لي على بركه الله. بداو نقلوه مباشره. لاول مره في تاريخ الحسن الثاني خرج للخارج تنقل واحد الوصول ديالو مباشره. معنى ان الناس في المغرب شافوا الملك ملي تينزل في فرنسا من الطياره. هذا كان في ذاك الوقت واحد الشيء يعني خارق للعاده، عظيم. الان هذا اصبح عادي جدا. هي بالتليفون يمكننا نديروا الوصول ديال اي واحد لاي مكان، من الصين الى امريكا الى افريقيا الى اخره.
من بعد ما داز اتصلت انا بالتليفون، داز مزيان، قال داز مزيان، الصوره مزيانه، الصوره مزيانه، الصوت مزيان، الصوت مزيان. قلنا الله اكبر، نجحنا. خرجنا انا وداك صاحبي تنتساقاو في باريس، مشينا عاد تغدينا، عاد جلسنا، عاد فرحنا. الملك غادي ينزل، غادي يمشي المكان الاقامه ديالو هي بيدز. بيدز كان عنده واحد لو شاطو في هذاك بيدز، راه باقي عنده لحد الان. و تيدخل العاده ديالو دائما السلطان، يعني الحسن الثاني انت تسميه الملك السلطان، لان غادي نشرحها في واحد الحلقه علاش نسميه سلطان. ملي وصل المحل ديالو كان فين ما تيوصل في الخارج عنده واحد التليفون، وهذاك التليفون فيه 3 الارقام، ما فيه اكثر من 3 الارقام، بحيث الا بغى يعيط لشي وزير عنده النمره ديالو تيعيط له في المكتب ديالو ولا في دارو. واحد الجنرال كذلك، واحد المستشار كذلك. ملي تيوصل عاده تيجرب هذاك التليفون مع من اول واحد تيهضر معاه، تيهضر مع مو. ومو ما كانوش تيقول له في القصر ما تيقولوش الام الملك راه مو، تيقول له لا ام سيدي، لا لا ام سيدي. معنى وهي ما تتقولوش ولدي الله يرضي عليك، تتقول له اسيدنا. هذه من البروتوكولات اللي كاينه في القصر. عيط لها قال لها انا وصلت الحمد لله، يعني الرحله كانت ممتعه. عاده مو تتقول له كيفاش كانت الرحله وكذا كذا. قالت له انا شفتك وصلتي. قال لها ما يمكنش، كيفاش شفتيني وصلت؟ قالت له هذا قالت لها خلاص لا لا الله يخليك. قالت له وصلت، انا شفتك بلي مره كنتي لابس الكبوط الفلان الفلاني وكذا كذا، ولي مره سلمتي على فلان الفلاني. فالملك دهش، ما كانش عارف بانه منقول مباشر. فعيط للوزير، ديك الساعه ما كاينش التليفون نقال. عيط للوزير لاين، عيط للوزير اللوطي فين ساكن. الوزير كلفو بمهام، غادي يمشي يتصل بشي شخصيات باش يعرف شنو هي الراي ديالها في العلاقات المغربيه الفرنسيه، وكيفاش مدبره الامور وكيفاش مصاوبه كذا كذا. الوزير ملي غادي يرجع للوطيل ديالو مع 8 ونص د الليل، غادي يصيب واحد العدد الوراق في الوطيل تيقولوا له ستوندار ديال الملك عيط لك المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه تخلع. وغيصيب واحد 2 ورقات ديالي فلان الفلاني عيط له 2 مرات. بطبيعه الحال ما غيهتمش انا بالوراق ديالي، غادي يهتم على الملك معيط له. فملي عيط له قال له السي بن هيما، واش هادشي النقل كان مباشر؟ واش كاين التقنيات اللي تتخلي النقل يكون مباشر؟ واش انت معلوم؟ الوزير ما في راسو خبار. قال له نعم سيدي. قال له هادي لي بحث وقول لي شنو كاين. الوزير غادي يعيط لنا اللوطيل، انا ما دخلتش اللوطيل، ما دخلت اللوطيل حتى شي وحده ولا 2 د الليل. تصيب واحد 4 ولا 5 ديال الاوراق. الوزير طالبك، الوزير 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 الوزير. وقتاش ما دخلت عيط لي، عيط له صرتو باقي فايق مع 1 د الليل. قال لي واش نقلتي هذا الشيء مباشره؟ قلت له هي نقلنا. علاش ما قلتيها ليش؟ قلت له انا عيطت لك في 4 د العشيه، وعيطت لك في 6 د العشيه، وعيطت لك في 8 د الليل، ما صرتكش. قال لي وكيفاش داكشي باش نقلتيوها؟ قلت له ودي راه طلبنا داكشي اللي قلت لكم، طلبنا الارض وطلبنا الكار وطلبنا كذا، وداكشي راه داز بخير ولا خير. غدا في الصباح غادي يطلع تيجري هو لعند الملك البادس، بعيده بواحد 40 كيلومتر ولا 45 كيلومتر. غيدخل عنده غيقول له نعم سيدي راه نقلوها مباشره قدام الوزراء والمستشارين وداك الشيء. تيقول لي الوزير انا من بعد تنشوف هذوك هي الالوان ديالهم تتغير، ان الملك فرح وقال له خصك تشكر هاد الناس اللي داروا هاد العمليه، وتيخص جميع الانشطه ديالي دابا اللي في باريس نقلوها لي مباشره. ايوا لا حنا صدقنا بالشكر، ولكن صدقنا حاصلين اللي غنقلوا المباشر. وفعلا نقلنا وحده مباشره، وهي الملك ملي استقبل الجاليه المغربيه، الاولاد المغاربه والمغربيات في باريس، وكانت واحد الاستقبال عظيم جدا، وفرحوا بزاف بالملك، ونقلناه حتى هو مباشره. ايوا دابا الوزير تلقى الشكر ديال الملك. تعرف الوزير ملي تيقول له الملك الله يرضي عليك وهادشي كان مزيان وداك الشيء، تيقول لنا بلي من بعد هذوك الناس راه كان الالوان تتغير فيهم. تيقول له نعم سيدي وكذا، ولكن تيقول لهم لا 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 هذا عمل مزيان خصنا نشكروا عليه. ايوا رجع عيط لي الوزير، مشيت انا وهذاك الصديق ديالي عنده، سهرنا عنده في الليل. هو عنده واحد لا سويت بحال
كبيره وجالسين، وهو تيشرح لنا كيفاش كان الهضره كلها على ذاك النقل المباشر، وكيفاش الملك كيفاش تيعاود لهم كيفاش هضر مع لاله ام سيدي وكيفاش قتلوك وشنو قال لها وكذا كذا وفرحان. حنا ماشي اللي عنده. وانا قلت شوف هاد الا كان الملك رشق له راه غادي يعطينا شي هديه. السلطان هكذا، وإلا عطانا شي هديه، إلا عطاها لي انا نقسم انا وياك، ولا عطاها لك انت نقسمو. جا هو قال لي لا انا ما نقسم معاك، ما تقسم معايا، انا ناخذ ديالي وصافي. قلت له انا ما كاين باس. مشينا عندهم بعد السهره، عطانا لوزي واحد الغلاف صغير وعطاه هو واحد الغلاف كبير. قلت له شوف دابا الدنيا هذه كيفاش هو انا اللي هضرت واللي تكلمت واللي كذا وكذا، واللي انا الرئيس ديالو عطاني هذاك الصغير، هو عطاه الكبير. خرجنا، انا خرجت دغيا قطعت داك في الطاكسي اللي خدانا، قطعتها ونصيب فلوس منزلين تما، اوراق كبار صحاح. الله يرحم الحسن الثاني، هو قطعها ويصيب واحد الكتاب صافي الكتاب فيزيت دي ميرفي دو باري. قال لي قسم. قلت له هذا سيدي والله ما القسم، قلت لك قسموا ما تقسموا. ايوا هذه حكايه من الحكايات مع الحسن الثاني الله يرحمه، مع بعض المسائل اللي طرات. شكرا.